عالسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نعمل معاكم أكلة قديمة برشا اللي هي اللكلوكة التونسية الزمنية. الأكلة هذه ياسر قديمة تذكرنا بصغرنا، فما شكون يعرفها وأكيد فما زادة اللي أول مرة باش يشوفها. بالنسبة لنا احنا في الكيف اللكلوكة نطيبوها فطور الصباح للمرأة النافس، وبالطبيعة ياكلوا منها العائلة الكل وإلا أي واحد يجي يحضر على الفطور. المكونات متاعها الأساسية هو التمر أو الدقلة. أنا خذيت كعيبات دقلة نظفتهم وقصيتهم اطريفات صغيرين كما تشوفوا. ما فيهاش راهو مقدار معين، عيننا ميزانة، كل واحد يتحكم في الكمية كما يحب. والمكون الآخر الأساسي اللي هي بسيسة. البسيسة هذه بسيسة قمح مفوحة من كل شيء. بالطبيعة تعرفوا كلنا نعرفوا البسيسة، بالنسبة لنا احنا نعملوها بسيسة القمح. والمكون الثالث والأساسي اللي هو زيت زيتونة، ما تتعمل كان راهي بزيت الزيتونة. المقادير تو نخليهم لكم في صندوق الوصف. خذيت مبدئيا كيس ماء، اما راهو باش نستحق اكثر ماء. لهنا حبيت نوريكم خذيت فلفل حار وخذيت فلفل بابريكا احلو، اما اللي نستعملوه راهو نستعملوا الفلفل الحار شويه مش برشا، فقط باش يعطيها التوزويزه متاع الحروره مش للتفويح، لخاطر بسيستنا ديجا مفوحه من مجاميعه. وتوا نبدو مع بعضنا في طريقة التحضير. أنا راني أول مرة باش نعملها، نثبت عليها اللكلوكة إثبات صغر، عندي عليها عمر عبد بصراحة. نبدو بسم الله بالماء، هو لول نحطو مقدار بتاع ماء، من بعد تو نزيدو عيننا ميزاننا، ونزيد شوية الزيت زيتونة متاعي، هذوما 5 مغارف متاع ماكلة. توا نزيد شوية الدقلة متاعي، هذوما زاد راهم قدر حفنة متاع دقلة مقصوصة، عيننا ميزاننا زاد نحبو نزيدو نحبو نقصو احنا على حسب الحلاوة كيفاش نحبوها. لهنا راو للتذكير انا مش باش نعمل معاها سكر، على خاطر لهنا البسيسة متاعي ما فيهاش برشا حلبة، فيها يعني حاجة بسيطة متاع حلبة. إذا كان بسيستكم فيها ياسر حلبة تنجموا تزيدوا السكر، بالطبيعة راهي أذواق تبقى. لهنا حطيت 5 مغارف مكومين متاع بسيسة قمح. تحبوا تعملوا بسيسة أخرى جربوا ما فيها باس. نحركوها شوية، وهذه ما نخافوش منها، ماهيش كيف العصيدة وإلا كيف الدروع، راهي ما تكعبرش بالكل بالكل بالكل. نطمنكم راهي سهلة ماهلة. لهنا نبدأ نحرك ونشوف إذا كانت تستحق شوية ماء وإلا لا. توا باش نزيدها شوية الفلفل الحارين. أنا الفلفل هذاك ياسر حار، أكل غامق هذاك راهو فلفل أحمر مدخن وحار برشا برشا. باش نحط مبدئيا شوية هكا على طرف المغرفة، خاطر ما نحبهاش تجيني حارة برشا. وبالنسبة لي أنا أول مرة نعملها بصراحة هاني نتبع بالشوية بالشوية. الماء اللي استعملته في الوصفة هذه استعملت نص لتر ماء بالضبط، على خاطر حطيت الكاس لول وبعد حطيت الكاس هذاك استعملته الكل. لهنا ذقتها لقيتها بصراحة ماهيش حارة، ما فيهاش التوزويزة، ذاك علاش بس نزيدها شوية من الفلفل الأحمر الحار. أو كان ثبتكم فلفل أحمر حار مش بابريكا أحلوة، هذيك البابريكا الحلوة حطيتها على جنب فقط باش نوريكم، راهي ماهيش للون فقط للطعم باش تعطيها هيك شوية الحرورة، خاطر اللكلوكة تتميز بهيك الحرورة. لهنا قريب تحضر محسوب. ذقتها مرة أخرى لقيتها بصراحة بيرفكت، روعة روعة روعة. نكهة
زمان ونكهة الصغر بصراحة، ياسر فرحانة بها. لهنا خليتها تغلي حكاية 5 دقايق. لهنا حضرت اللكلوكة متاعنا طابت في حقها، ما تاخذش راهو برشا طياب. ملي تبدا تغلي ما تفوتش 10 دقايق وتحضر. تحضر فيسع وسهلة. هذاك السمك متاعها نتحكموا فيه زادا كيما نحبوا. انا نحبها جارية شوية مش يابسة. هكا بصراحة امبيكابل، هكا بيرفكت ما شاء الله. لهنا باش نسرباها في صحينات صغيرين. هي راهي تتكل سخونة. الصحين هذايا زينته بشوية فاكهة، بالطبيعة الذوق يبقى ليكم انتم. هي راهي تتقدم من غير زينة، تتقدم هكاكا يعني من غير حتى شيء. انا لهنا باش نزيدها شوية عسل على خاطر كيما شفتوا من اللول ما حطيتش فيها سكر. نجموا نزيدوها شوية عسل طبيعي ما فيها باس. بالنسبة للناس اللي تعرف اللكلوكة التونسية هاني فكرتكم بها. وبالنسبة للناس اللي أول مرة تشوفها هاني زاد عرفتكم على حاجة ما تعرفوهاش، اللكلوكة التونسية الزمنية. والملاحظة اللي نقولها لكم راهي ماهيش اللكلوكة الصفاقسية، هذه راهي حاجة أخرى ماهيش اللكلوكة الصفاقسية. بالنسبة للناس اللي باش تعلق وباش تقارن ما بينهم، هذه راهي لكلوكة تونسية الأصلانية. وإذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تفعلوا الجرس وباش يوصلكم كل جديد نهبطوا. واللي ماهوش مشترك في القناة يا ريت يشترك. خلولي تعليقاتكم، احكولي على اللكلوكة التونسية بالطريقة هذه، انتم تعرفوها ولا ما تعرفوهاش، وإلا في بلادكم شنو تسموها. هذه اللكلوكة تتقدم بالطريقة هذه. الريحة اللي فايحة في الدار ما نحكي لكمش يا جماعة، ريحة زمان. والبنة عالمية، خاصة التوزويزة متاع الفلفل الأحمر، روعة روعة روعة. وبما انها تتكل دافية وإلا سخونة، ذاك علاش تدفينا في الشتاء. يعني كلها بصراحة مواد طبيعية وسامبل، يعني بسيطة على الاخر مكوناتها ماهيش مكلفة. الحقيقة فرحت اني صورت الفيديو متاع اللكلوكة، رجعني لأيام زمان، فكرني في جدة الله يرحمها كانت تطيبها اللكلوكة. ونتصور زادة الوصفة هذه ماهيش موجودة على اليوتيوب، زادة يشرفني اني نكون اول واحدة تهبط اللكلوكة التونسية والطريقة متاعها على اليوتيوب. وتوا اكاهو تحفونات وتحفونين بسلامة.